السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في ريل جديد على تاريخ المغرب. بعد ما دوينا على قيام الدولة المدنية وانهيار الدولة الموحدية، اليوم غادي نهضروا على بعض السلاطين اللي خلاو البصمة ديالهم في الحكم في الدولة المدنية. ففي سنة 1269 ميلادية، أي سنة القيام ديال الدولة المدنية، بدأ عهد جديد في المغرب. ولكن ماشي كاع السلاطين كانوا بنفس القوة. كاين أسماء اللي حفرات سميتها بمداد من ذهب في التاريخ. أولها أبو الحسن علي بن عثمان، تولى الحكم سنة 1321 ميلادية، ووصل الدولة المدنية لأوسع امتداد ديالها، سيطر على تلمسان، دخل في تونس، وحاول يوحد بلاد المغرب كامل جديد، حتى لقبوه بعض المؤرخين بسلطان المغرب والأندلس. ثاني تيجي أبو عنان فارس، حكم من سنة 1844 ميلادية، وكان معروف بالقوة العسكرية والإيثار الكبير بالعلم والعمران. في العهد ديالو تزادت الهبة ديال فاس، وبنى المدرسة البعنانية اللي ما زالت شاهدة على العصر المدني حتى اليوم. لكن رغم هذه القوة هذه كاملة، الدولة دخلت في صراعات داخلية بعدهم، وبدا الضعف تدريجيا حتى انتهى الحكم المدني سنة 1465 ميلادية. كيبقى السؤال هو شكون هو أعظم سلطان مريني فعلا، واش أبو الحسن ولا أبو عنان؟ إلا وصلت لهنا دير لايك، خلي تعليق، وتابع الصفحة باش يوصلك جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.